هو انا لو غيرت فلتر البنزين الترومبه كلها تبوظ؟ يعني الصح اغير ترومبه كامله؟ لا طبعا، الفلتر بيتغير كل 100,000. تفتكر انت بقى انهي مدرسه في الاثنين هي اللي صح؟ نغير فلتر ولا ترومبه كامله ولا نسيب الفلتر لحد ما يحرق الترومبه ويقضي عليها ويبقى الضمير مرتاح؟ وعشان تفهم الموضوع من البدايه، وظيفه فلتر البنزين بينقي الشوائب من البنزين وبيركب بعد الترومبه وقبل الرشاشات، وفي منه نوعين، داخل التانك وخارج التانك. والنهارده هوريك نموذج ماشي 20,000 بس، وانت هتقول بنفسك الفلتر كان محتاج يتغير ولا لا. ده فلتر بنزين ماشي 20,000 بس ومكتوم كده، تخيل ده يعمل ايه في الترومبه والرشاشات. بص كده معايا الفرق ما بينه وما بين الجديد. الجديد شفاف من جوه، ده بقى بلاك وبئس المصير. مش محتاج اقول لك ان البلاك كده هيبوظ معاك الترومبه كل شويه ويكتم لك الرشاشات. من الاخر كده الفلتر ده يمشي معاك من 20 ل 30,000 وترميه وتجيب الجديد. وخلي بالك لو الفلتر عندك خارجي يتغير كل 10,000. وما تنساش في فلاتر كتير في السوق مضروبه بتفتر وتتكتم وتبوظ معاك الرشاشات. كل اللي عليك تبعت لي بيانات عربيتك وبشرح لك افضل فلتر ليها. ومش كده وبس، هنعمل لك عليه خصم. عنواننا ما يتوهش، شركه مكة قطع الغيار مانيال شيحه امام فرع فودافون. وكمان هنركبه لك لو عايز. ومش كده وبس، متاح الشحن لجميع المحافظات وتقدر تطلب مننا اونلاين من على الويب سايت بتاعنا ويوصل لك لحد البيت. سلام.